السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أبطال سنة رابعة ابتدائي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنشرح الدرس الثالث عندنا، واسمه صيغ مختلفة أو متنوعة لكتابة العدد. يعني إيه صيغة يا ميس؟ يعني صورة، يعني طريقة لكتابة العدد. عندنا كم طريقة السنة دي عايزين ناخدهم لكتابة العدد؟ عندنا 4 طرق. تعالوا كده نشوف نطبق الكلام اللي احنا هنقوله ده على رقم مثلا زي 23675. أول طريقة عندنا اسمها الصيغة القياسية أو الصورة القياسية أو بنقول عليها الرمزية. طب ايه الصورة القياسية دي؟ إن أنا أكتب العدد بالأرقام زي اللي أنا كاتباه قدامي ده، اللي هو أقول 23675، يبقى كله أرقام. طيب تاني صورة أو تاني صيغة اسمها الصيغة اللفظية. طب الصيغة اللفظية دي إن أنا أعمل إيه؟ أكتب الرقم بالحروف. يعني إيه أكتبها له بالحروف؟ يعني أقول له كده 23,675. طب لازم يا ميس يبقى كلها كده بالحروف؟ ده احنا خدنا ملايين ومليارات هنكتب فيها كتير قوي. لا، ممكن اكتبها كده وممكن اكتبها له كمان كده 23,675. يعني لازم يكون فيها كلمات او حروف. اللي بعدها الصيغة الممتدة. طب الصيغة الممتدة دي بنعمل فيها ايه؟ بنفكك العدد. بنفككه ازاي يا ميس؟ بشوف كل رقم بفكه لوحده واجمعهم مع بعض. يعني مثلا انا عندي هنا الخمسة في الآحاد، فاقول له ايه؟ 5. ومعايا كمان 7 في العشرات، فاقول له زائد 7 في العشرات ب70. زائد معايا كمان 6 في خانة الايه؟ المئات. طب 6 في المئات 600. زائد معايا كمان 3 في خانة الألوف يبقى 3000. زائد معايا 2 في خانة عشرات الألوف يبقى 20,000. رابع صيغة اللي هي الصيغة التحليلية. تحليلية يعني ايه؟ فيها ضرب. بضرب كل رقم في الخانة اللي هو فيها. يعني ايه يا ميس؟ يعني 5 في الآحاد، كلمة آحاد يعني واحد، فأقول له 5 في 1، دول كده مع بعض. طيب اللي بعدها السبعة في خانة العشرات. بصوا أنا بقول ايه؟ 7 في خانة العشرات، يعني 7 في 10، خانة العشرات. طب اللي بعدها 6 في خانة المئات، يبقى 6 في 100. واللي بعدها 3 في خانة الألوف، يبقى 3 في 1000. واخر واحدة 2 في خانة عشرات الالوف، يبقى 2 في 10,000. يبقى عندنا 4 صيغ: قياسية يعني ارقام، لفظية يعني فيها حروف، ممتدة بفكك، تحليلية بضرب. طيب تعالوا نشوف شوية امثلة على الكلام اللي احنا قلناه ده كله. يعني سؤال زي اللي قدامنا ده بيقول لي اكتب بالصيغة القياسية، يعني عايزني اكتب كل الارقام اللي قدامي دي بصيغة قياسية يعني بالارقام. أول حاجة بيقول لي 5,314,945. اتفقنا من المرة اللي فاتت إن أنا طالما هكتب بالأرقام بشوف أكبر بيت عندي هنا إيه؟ بيقول لي 5 ملايين. يبقى أنا هجري أفتح لحد بيت المليون، يعني أفتح بيت الوحدة وأفتح بيت الألوف وأفتح بيت الملايين. طب قال لي في الملايين في كام؟ 5، يبقى أنا هاجي في الملايين وأكتب له 5 بس. بعدها قال لي 314 ايه؟ ألفا. يبقى أنا في بيت الألوف هكتب 314، يبقى دي 314. طب رجع بعدها قال لي 945 من غير حاجة، يبقى ده بيت الوحدة، يبقى أقول 945. يبقى هو ده الرقم 5,314,945. يبقى مهم جدا ان هم اشوف اول بيت ايه او اكبر بيت ايه وافتح البيوت اللي عندي كلها لحد البيت ده. يعني السؤال هنا 7,516,300,425. طالما قال لي مليار يبقى انا هفتح لحد بيت المليار. يبقى بيت الوحدة، بيت الألوف، بيت الملايين، وآخر حاجة بيت المليار. طب قال لي كام في المليار؟ 7، يبقى دي في المليار هكتب 7. بعدها قال لي 516 مليون، ادي 516 مليون. 300,000 يبقى في بيت الألوف هكتب 300. 425 يبقى دي 425. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي
64 مليون. طالما مليون يبقى أنا هفتح بيت الوحدة، بيت الألوف، ودي بيت المليون. قال لي في كام في المليون؟ 64، يبقى دي 64. طب رجع قال لي بعدها 540 ألفا، يبقى في بيت الألوف هكتب 540. بعدها رجع قال لي 76. طبعا 76 دي في بيت الوحدة، بس احنا اتفقنا ان اي بيت لازم يكون فيه 3 كراسي، اللي هو الآحاد والعشرات والمئات. طب انا لقيت عندي هنا 76 بس، هكتبها فين يا ميس؟ بص انا بقول ايه، 76، يبقى آحاد وعشرات، ما قلتش اي حاجة فيها مئات. طب خانة المئات دي مش هكتب لها حاجة؟ لا طبعا، اللي ملوش حاجة نحجز مكانه بالايه؟ بالصفر. اللي بعدها قال لي مليار، يبقى انا هاجي افتح البيوت الاول، بيت الوحده، بيت الالوف، بيت الملايين، واخر حاجه بيت المليار. بيقول لي مليار، كلمه مليار زي ما اقول كتاب، كراسه، يعني هي حاجه واحده. يبقى في بيت المليار هكتب 1. 40 مليون، في بيت الملايين انا هكتب 40. طب ادي ال40 اهي يا ميس، في رقم ناقص، احنا لازم قلنا كل بيت يبقى فيه 3 ارقام. ده انا بقول 40، ما جبتش سيرة مئات خالص، فهحط مكان المئات صفر. اللي بعدها بيقول لي 370 ألف، يبقى في بيت الألوف هكتب 370، ولازم أتأكد وأنا بكتب إن أنا بكتب 3 خانات في البيت. اللي بعدها قال لي 5، 5 بس، يبقى في بيت الوحدة في 5 بس. طب هحط الأصفار فين يا ميس؟ قبلها ولا بعدها ولا إيه؟ أنا بقول 5، ما قلتش ولا 50 ولا 500، يبقى دي في خانة الآحاد، يبقى العشرات والمئات هم اللي هحط مكانهم أصفار. طيب السؤال اللي بعده لقيته كاتبها لي بالصيغة الممتدة، ده 2 زائد 30 زائد 500 زائد 7000 زائد. أنا بركب العدد بقى، بركبه يعني إيه؟ يعني أنا بشوف مين اللي في الآحاد، أدي 2 فأحطها في الآحاد. بعد الآحاد المفروض فيه عشرات، فبدور من هنا عندي عشرات، يبقى دي 30 3. بعدها في مئات، مين المئات؟ 500، يبقى هحط 5. طبعا بنحطها من غير الاصفار لأن أنا برجع أركبه تاني في مكانه. اللي بعدها المفروض أحاد الألوف فيها 7 أهي. بعدها عشرات الألوف 30 ألف، يبقى دي 3. في حاجة تانية؟ لا، يبقى هو خلاص الرقم ده. طب اللي بعدها 9، يبقى دي في خانة الآحاد. 10 يبقى خانة العشرات أحط فيها 1. 200 يبقى في خانة المئات 2. خلي بالكوا احنا ماشيين، لازم نتأكد ان احنا ماشيين الخانات بالترتيب، يعني أحاد عشرات مئات، بعدها أحاد الألوف. فين أحاد الألوف؟ هنا 3000، يبقى دي 3. مفروض بعد كده عشرات الألوف، فأنا لقيت ايه ده؟ 6 وقدامها 6 صفار، واحنا اتفقنا ان ال6 صفار دول بتوع المليون. ايه ده؟ يعني انا ما عنديش عشرات ألوف ولا مئات ألوف، يبقى لازم مكان عشرات الألوف احط صفر، ومكان مئات الألوف أحط صفر. خلصت الألوف، ده بيت المليون أحط فيه 6. نركز جدا واحنا بنكتب عشان الأصفار دي هي أكتر حاجة بتوقعنا. طيب اللي بعدها كاتب لي العدد في الصيغة التحليلية وعايزنا نكتبه عادي. 2 في 1 يعني 2 في خانة الآحاد، فاجي في خانة الآحاد واكتب 2. 3 في 10 يعني في خانة العشرات 3. 5 في 10,000، ايه ده؟ المفروض أحاد عشرات يبقى في بعدها مئات، مفيش مئات أحط مكانها صفر. طب بعد المئات في ألوف، مفيش ألوف أحط مكانها صفر. طب دي عشرات الألوف، يبقى هي عشرات الألوف 5. بعد عشرات الألوف مئات الألوف، لقيته كاتب لي 9 في 1 مليون، يبقى مفيش مئات الألوف أحط مكانها كمان صفر. 9 في خانة الملايين، يبقى آدي ال9. ودي كان أول نوعية من الأسئلة. طيب تعالوا نشوف كده السؤال ده، بيقول لي اكتب بالصيغة الممتدة. يعني عايزني أعمل إيه؟ أفكك العدد، أفكه. أول عدد مديهولي 2,978,521. أنا بمشي مع الرقم واحدة واحدة. الواحد ده في خانة الآحاد يبقى ب1، زائد 2 في خانة العشرات ب20، زائد 5 في خانة المئات يبقى 500، زائد 8 في خانة أحاد الألوف يبقى 8000. 7 في عشرات الألوف، بصوا كده 7 في العشرات يبقى ب70، بس هي عشرات الألوف فبزود لها كمان 3 أصفار. 9 في خانة مئات الألوف، 9 في المئة ب900، وفي بيت الألوف يبقى دي 3 أصفار. طب 2 في خانة عفوا 2 في خانة المليون، يبقى ادي 2 وكلمة مليون يعني قلنا 6 أصفار.
تمام كده. في ناس بتحلها بطريقة تانية، يعني في ناس بتقول لي يا ميس الواحد مفيش قدامه صفار بنزله واحد، الاتنين في قدامها رقم واحد فبحط قدامها صفر، الخمسة قدامها رقمين فبحط قدامها صفرين، التمانية قدامها 3 أرقام فبحط قدامها 3 أصفار. ما عنديش مشكلة في ده، بس الفكرة إن احنا بنحب نحل واحنا فاهمين مش واحنا حافظين. فأنا عايزاك تعرف إن خانة عشرات الألوف مثلا لما أقول 7 في خانة عشرات الألوف، 7 في العشرات لوحدها يعني 70، وفي بيت الألوف التلات أصفار يبقى 70,000 يعني 70 وقدامها 3 أصفار. طيب السؤال اللي بعده نفس الكلام هو عايزه برضو بالصيغة الممتدة، التسعة في الآحاد ب9. طب ده صفر، الصفر في أي خانة ملوش أي لازمة، مش محتاجة إن أنا أكتبه. طب اللي بعدها واحد في خانة المئات يبقى ب100، زائد صفر تاني ملوش أي لازمة، والله حتى لو في خانة المليون ماليش ما عندوش أي حاجة. اللي بعدها الخمسة دي في خانة ايه؟ الخانة اللي في النص في البيت دي عشرات، عشرات في بيت الألوف يبقى 50,000. اللي بعدها واحد في خانة مئات الألوف، واحد في خانة المئات يبقى ب100، في بيت الألوف يا دي 3 أصفار كمان يبقى 100,000. اللي بعدها 6 في بيت الملايين في خانة الآحاد يبقى 6,000,000 يعني قدامها 6 أصفار. اللي بعدها 8 في بيت المليون بس في خانة العشرات، عشرات الملايين، بصوا كده هقول ايه 80 والمليون، ايوه في ناس هتقول 6 صفار. اللي بعدها 4 في خانة المئات بتاعت الملايين يبقى دي 900 عشان المئات والملايين 6 صفار. اخر خانة بقى او اخر حاجة دلوقتي معانا في الصيغة الممتدة لما بيقول لي 3,58,407. طب يا ميس انا مش شايفة الارقام اصلا عشان احطها في خانتها. اول ما الاقيه مديني حاجة عايزة في صيغة ممتدة بس الارقام اللي قدامي دي مش بالارقام، بصيغة لفظية او بصيغة تحليلية، على طول اكتبها الاول بالصيغة القياسية. يعني ده بيقول لي 3 مليون فانا هفتح بيت الوحدة وبيت الألوف وبيت الملايين كأني بعملها بصيغة قياسية عادي. بيت الملايين فيه كام؟ أدي 3. 58,000 يبقى في بيت الألوف هكتب 58، ما جابش ست المئات فحط مكانها صفر. 407 يبقى أدي 407 في بيت الوحدة. طب أنا دلوقتي عملت إيه؟ كتبت كده الرقم بالصورة القياسية، كده أنا شايفة الأرقام واضحة قدامي وعارفة كل واحد في خانة إيه. أقدر كده إن أنا أكتبها بالصيغة الممتدة، فهقول هنا 7 في الآحاد ب7، صفر ملوش أي لازمة في أي خانة، 4 في خانة المئات يبقى ب400، بعد كده 8 في خانة الألوف يبقى 8,000، 5 في عشرات الألوف يبقى 50,000، 3 في خانة أحاد الملايين يبقى 3 وقدامها 6 أصفار. كده احنا عرفنا ازاي نحول الصيغة القياسية وازاي نحول لصيغة ممتدة. طيب تعالوا ناخد سؤال على ازاي نحط في الصورة تحليلية. آخر نوع معانا هنا بيقول لي اكتب بالصيغة التحليلية. احنا اتفقنا التحليلية دي يعني اللي هي فيها ضرب. يبقى أنا جيت ببص كده هنا مديني السؤال الأولاني 2,749,563، تحليل يعني في ضرب، بشوف كل رقم وأقول فيه الخانة بتاعته بكام. يعني هنا التلاتة في خانة الأحاد، أحاد يعني واحد، واحد لوحده. اللي بعدها 6 في خانة إيه؟ العشرات، فأقول 6 في 10. اللي بعدها 5 في خانة المئات، فأقول 5 في 100، واحط كل واحد لوحده كده في قوس علشان اعرفه ان كل قوس ده بالخانة بتاعته. اللي بعدها 9 في احاد الالوف يبقى 9 في 1000. تسعة في 1000. واللي بعدها 4 في خانة عشرات الألوف يبقى 4 في 10,000. والسبعة في خانة مئات الألوف يبقى 7 في 100,000. وآخر رقم خالص 2 في خانة أحاد الملايين يبقى 2 في مليون. طيب الرقم التاني مديني 28,910,405. هبتدي هنا، خلي بالكوا احنا قلنا الصفر ملوش يعني قيمة في أي خانة،
وصفر في العشرات بصفر، في الآحاد بصفر، وهكذا. فلما أجي أفك هنا الخمسة في خانة الآحاد يبقى أقول خمسة في واحد. طب الصفر ده في خانة العشرات، خلاص بقى مش هقوله صفر في 10، الصفر ملوش لازمة. اللي بعدها 4 في خانة المئات، فهقول 4 في 100. واللي بعدها صفر في خانة الألوف، برضو ملوش لازمة. طب الواحد في عشرات الألوف، يبقى أقول 1 في 10,000. التسعة في خانة مئات الألوف، يبقى أقول 9 في 100,000. واللي بعدها 8 في خانة أحاد الملايين، يبقى 8 في مليون. وآخر حاجة 2 في عشرات الملايين، يبقى 2 في 10 مليون. طيب هنا قال لي 45,743,060. ايه ده؟ اتفقنا لما يكون مديني الرقم بالصورة اللفظية وعايزها في أي حاجة تانية سواء تحليلية أو ممتدة، يبقى الأول حاجة لازم أحطها في الصورة القياسية الأول. يبقى أنا هقول هنا بيت الملايين، يبقى هفتح بيت الوحدة، بيت الألوف، بيت الملايين. 45 مليونا، يبقى في الملايين 45. 743,000، 743,000. قال لي و60، يبقى بيت الوحدة في 60، بس ما قاليش حاجة في المئات، فحط مكانها ايه؟ صفر. تعالوا بقى نكتبه بالصيغة التحليلية. طبعا صفر هنا ملوش لازمة. الستة في خانة العشرات، يبقى 6 في 10. ما عنديش حاجة في خانة المئات، خلاص. التلاتة في أحاد الألوف، يبقى 3 في 1000. اللي بعدها 4 في عشرات الألوف، يبقى 4 في 10,000. اللي بعدها 7 في خانة مئات الألوف، يبقى 7 في أدي 100 والألوف، يبقى دي 3 أصفار. 5 في خانة أحاد الملايين، يبقى 5 في أحاد يعني 1، ملايين يعني في كمان 6 أصفار. وآخر حاجة 4 في خانة عشرات الملايين، يبقى 10 وقدامها 6 أصفار. كده نكون خلصنا درسنا النهاردة. يا رب تكونوا فهمتوا، وياريت تشاركوه مع أصحابكم، ولو في أي حاجة قولوها لي في التعليقات. السلام عليكم.